السلام عليكم. ما بقى والو ويبدا كأس العالم. المنتخب المغربي دخل في آخر منعرج قبل الحقيقة. ما بقيناش في مرحلة الهضره الكثيرة، وما بقيناش في مرحلة واش غادي نكونوا واجدين ولا لا. دابا كل حصة تدريبية عندها معنى، وكل اختيار عنده رسالة، وكل مباراة ودية ممكن تعطينا إشارة، ولكن ماشي الحكم النهائي. ماتش النرويج جاي في واحد الوقت اللي حساس. الجمهور المغربي باغي يعرف واش وهبي غادي يبين التشكيله الرسميه، واش غادي يلعب بنفس الخطه اللي ناوي يدخل بها ضد البرازيل، او واش غادي يعطي لينا الصوره الكامله قبل المونديال. الجواب اقرب هو لا، ما غاديش نشوفوا كل شيء. هذه المرحله المدرب اللي واعي ما كيحرقش الاوراق ديالو كامله، يقدر يوريك جزء من الفكره، يقدر يجرب بعض الادوار، يقدر يعطي دقائق للاعبين خاصهم الايقاع وصافي. حيت من بعد النرويج كاين البرازيل. ملي كتكون البرازيل او الامتحان الرسمي ما كتدخلش للوديه بحال اللي داخل النهائي. ماتش النرويج خاصنا نشوفوه بعين الكره ماشي بعين النتيجه فقط. الا ربحنا مزيان المعنويات كتطلع، الجمهور كيتحمس واللاعبين كيدخلوا للمونديال بثقه. ولكن الرباح في وديه ما كيضمنش لك حتى حاجه في الماتش الرسمي. والا تعادلنا او خسرنا حتى هذا ماشي نهايه العالم، حيت الوديه كتكون فيها حسابات اخرى: الحفاظ على اللاعبين، تجريب بعض التفاصيل، رفع الايقاع وتفادي الاصابات. شفنا بزاف ديال المنتخبات الكبيره في اخر الوديات ديالها ما كتدخلش بكل قوتها. كاين اللي كيبدل المراكز، وكاين اللي كيخبي الضغط الحقيقي حتى يبدا الرسمي. هادشي ماشي صدفه، هادشي استراتيجيه. حتى المنتخب المغربي ما خصناش نحكموا عليه من لقطه واحده ولا من ماتش واحد. مثلا الماتش اللي داز ضد مدغشقر عطانا شويه ديال الثقه، خصوصا في طريقه الضغط واسترجاع الكره. ولكن خاصنا نكونوا واضحين: مدغشقر ماشي هي البرازيل، وماشي هي اسكتلندا، وماشي هي ضغط كاس العالم. في المونديال كل خطا كيخلص، وكل ثانيه تردد ممكن دير الفرق. اللي خاصنا نراقبوا ضد النرويج هو التنظيم. واش المنتخب كيعرف يضغط جماعيا؟ واش الخطوط قريبه من بعضها؟ واش منين كتضيع الكره كاين رد فعل سريع؟ واش الدفاع ما كيبقاش مكشوف؟ واش الوسط قادر يربط اللعب ويخرج من الضغط؟ هادو هما الاسئله الحقيقيه. وهنا كيبان فكر محمد وهبي. وهبي ماشي من النوع اللي كيلعب بنفس الطريقه ضد كل خصم. كيقرا الماتش، الا كان الخصم ضعيف فبناء الهجمه من الخلف يقدر يطلع عليه يخنقو ويجبرو يغلط. الا كان الخصم قوي وكيخرج الكره بسهوله يقدر يرجع شويه، يسد المساحات ويضرب في التوقيت المناسب. وهذا بالضبط اللي غادي نحتاجوه في المونديال. ماشي غير الحماس، خاص الحماس مع العقل، خاص الشجاعه ولكن بلا تهور، خاص الضغط ولكن ماشي ضغط عشوائي، خاص الاستحواذ ولكن الا كان فيه معنى. الكره في هذا المستوى ما كتربحهاش بالشعارات، كتربحها بالتفاصيل. الماتش الاول ضد البرازيل غادي يكون امتحان ديال التركيز قبل كل شيء. البرازيل عندها لاعبين كيقدروا يبدلوا الماتش في ثانيه، مثلا فينيسيوس، رافينيا، ولا اي لاعب سريع في الاطراف. الا عطيته المساحه غادي يعذبك. ولكن الحل ماشي هو تخاف، الحل هو تلعب كمجموعه. فينيسيوس ما كيوقفوش لاعب بوحده، كيوقفوا تنظيم كامل: ظهير مركز، جناح كيرجع يعاون، وسط كيغطي، ودفاع ما كيطلعش بلا حساب. نفس الشيء مع اي لاعب عنده السرعه والمهاره. في هذا المستوى الدفاع ماشي اسماء فقط، الدفاع هو المسافه بين اللاعبين، التغطيه والقرار الصحيح في الثانيه الصحيحه. ومن هنا كيبان واحد التخوف مشروع، هو قلب الدفاع. المنتخب عنده جوده ولكن خاص الجاهزيه تكون كامله. في بطوله بحال كاس العالم ما كافيش يكون عندك جوج مدافعين مزيانين، خاصك مجموعه واجده، حيت كاين التعب، كاين الاصابات، كاين الانذارات، وكاين مباريات كتجي ورا مباريات. المنتخب اللي باغي يمشي بعيد خاص يكون عنده نفس طويل. في وسط الميدان والهجوم الصوره كتبان احسن من ناحيه التنوع. كاين لاعبين يقدروا يعطوك حلول مختلفه: واحد يضغط، واحد يكسر الخطوط، واحد يسرع اللعب، واحد يحتفظ بالكره، واحد يدخل بين المدافعين. ولكن المهم هو ما يكونوش غير اسماء فوق الورق، خاص كل لاعب يعرف الدور ديالو داخل الخطه. حيت في كاس العالم الفرق الكبير ماشي بين منتخب عنده نجوم ومنتخب ما عندوش. الفرق كيكون بين منتخب عنده فكره واضحه ومنتخب باقي كيقلب على راسه. المغرب خاصو يدخل وهو عارف شنو باغي: امتى يضغط، امتى يصبر، امتى يهاجم، وامتى يقتل الايقاع. ماتش النرويج غادي يعطينا اشارات ولكن ما غاديش يعطينا الحقيقه الكامله. ممكن نشوفوا وجوه، ممكن نشوفوا تبديلات،
ممكن نشوفوا افكار ما غاديش تعاود ضد البرازيل. لذلك ما خاصناش نغلطوا نفس الغلطه ديال كل مره نربحوا في وديه ونقولوا وصلنا، او نخسروا في وديه ونقولوا سالينا. الحقيقه غادي تبدا ضد البرازيل، حيت تما كيبان المنتخب واش واجد نفسيا، واش قادر يتحمل الضغط، واش قادر يبقى مركز حتى الى دخل عليه الخصم بقوه، واش قادر يخرج من لحظات الصعوبه بلا ما ينهار. وهذا الشيء هو اللي كيصنع منتخبات المونديال. حنا عندنا الحق نحلموا. المغرب دار انجاز كبير في 2022 والجمهور ذاق طعم انك تكون مع الكبار، ولكن الحلم خاصو يمشي مع الواقعيه. المجموعه ماشي سهله والطريق ماشي مفروش. البرازيل عندها اسم وعندها تاريخ وجوده، اسكتلندا منتخب بدني ومنظم، وهايتي ما خاص حتى واحد يستهين بها. في كأس العالم اي خصم قد تستخف به يقدر يعاقبك، ولكن في المقابل المغرب ما داخلش باش يتفرج، داخل بالتجربه، بلاعبين عندهم شخصيه، وبمدرب خاصو يدير الاختيارات الصحيحه في التوقيت الصحيح. المنتخب اللي باغي يفرح الناس خاصو يكون شجاع ولكن بارد في الراس، يقاتل ولكن ما يتسرعش، يحلم ولكن يخدم على التفاصيل الدقيقه. اذا ضد النرويج ما نقلبوش غير على النتيجه، نقلبوا على الروح، على التنظيم، على الضغط، على الجاهزيه، وعلى الاشارات اللي كتقول لنا المنتخب داخل المونديال وهو عارف الطريق. حيت ما بقى والو، الايام كتجري، الضغط كيزيد، والموعد قرب. ومن اول صافره ضد البرازيل غادي تسالي الوديات، غادي تسالي التوقعات، وغادي تبدا الحقيقه ديال كاس العالم.